يلعبوها ممكن تترد عليهم. اما مصر فهي ماشية بسياسة النفس الطويل، مفيش تهور ومفيش تصريحات نارية، بس في الخلفية في تحرك ذكي جدا، تحالفات، علاقات، دعم من دول أفريقية كبيرة بدأت تشوف إن مصر عندها حق. وده أكبر مكسب سياسي ممكن تحققه مصر دلوقتي، لأن لما تكسب احترام القارة كلها يبقى السد اللي ضدك بيتحول من ورقة ضغط إلى قنبلة في وش صاحب. الرسالة للشعب المصري: مصر عمرها ما كانت ضعيفة ولا عمرها سكتت. لما حد يحاول يجرب من النيل، اللي بيحصل ده اختبار جديد، ومصر دايما بتنجح في الاختبارات الصعبة اللي من النوع ده. يمكن اللي بيحصل بيخوف، بس الحقيقة انه كمان بيكشف معدن البلد دي. الفلاح اللي الارض بتاعته غرقت عنده هيقوم تاني وهيزرع، والدولة اللي اتعلمت من كل أزمة هتتعامل بحكمة. احنا بلد ربنا حافظها، وشعبها جدع، وجيشها صاحي، وكل أزمة بتخلي مصر أقوى وأوعى. في النهاية اللي أنا عايز أقوله: الفيضان مش بس مية، دي تنبيه من ربنا ورسالة سياسية في نفس الوقت. سد النهضة مش نهاية المعركة، دي مجرد صفحة جديدة في قصة صمود بلد اسمها مصر. اللي فاهم التاريخ يعرف ان النيل عمره ما غاب عن مصر، لكن اللي ينسى التاريخ ممكن يغرق في اول مواجهة. خلي عندك امل ووعي وايمان ان اللي جاي احسن، وطول ما مصر فيها ناس واعية زيكم محدش هيقدر يغلبها ابدا.